تخيل سنة 2030 ينزل إعلان غريب ويغزو الشاشات لدواء اسمه ذكرياتك ميح، وبطل الإعلان هو المغني المشهور محمد حماقي. الإعلان بيعرض تجربة لناس كانوا عايشين حياة صعبة بسبب الذكريات المؤلمة في حياتهم، وبعد ما خدوا الدواء صحيوا من النوم تاني يوم ذكرياتهم المؤلمة كلها كانت ميح، ونسوا كل أحزانهم لدرجة إن هم ما كانوش فاكرين هم كانوا نايمين جارح ولا مجروح، ونسوا الحب والذكرى وكل ده بقى صفر، وبدأوا يعيشوا حياة جديدة لأنهم دلوقتي بس عاشوا نعمة النسيان اللي قالوا عليها إنها نعمة من مليون سنة. الدواء له مفعول سحري، بس التمن مش هيكون فلوس، التمن هيكون انك هتدفع نص عمرك. هل هتشتريه وتنسى، ولا هتعيش بالنار اللي جواك وتفضل فاكر؟ قبل ما نبدأ الحلقة اعمل لايك على الفيديو واشترك على القناة. فيلم توتال ريكول بيعرض فكرة مهمة جدا عن الذكريات هنعرفها في قصة الفيلم. يبدأ الفيلم بدوجلاس بطل الفيلم وهو بيصحى من النوم على كابوس دايما بيتكرر معاه. الكابوس انه بيهرب مع بنت من الشرطة وبيحصل ضرب نار متبادل بينه وبين الشرطة، بيكون نتيجته ان البنت بتهرب والبوليس بيقبض على دوجلاس. بعدها بطل الفيلم بيصحى من النوم وهو جنب مراته لوري، وبعدها بيروح على الشغل ويسأل دوجلاس زميله في الشغل تعرف ايه عن ريكول؟ صاحبه يرد عليه ويقول له ده مكان بيفسروا لك ذكريات حسب ذوقك، لو انت عايز تعيش في خيالك انك حرامي او بطل رياضي او عميل سري. عشان البطل الفيلم يروح لريكول ويختار ان يكون عميل سري، بس وهما بيحملوا لي الذكريات ان يكون عميل سري البرنامج ما يشتغلش عشان يكتشفوا انه فعلا عميل سري. وبعد كده بنعرف ان اسمه الحقيقي كارول هاوزر، وان الذكريات كانت مزروعه في دماغه عشان ينتقل من عالم لعالم تاني. السؤال هنا هو احنا ينفع نعامل دماغنا زي الفلاشه ان احنا ممكن نحمل عليها ملفات او نعمل لها فورمات، نحمل ملفات زي ما احنا عايزين زي ما حصل مع بطل الفيلم، ولا ده خيال علمي؟ خلينا الاول ناخد جوله جوه المخ ونشوفه بيشتغل ازاي. البنزين اللي بيشغل المخ ويخليه يسجل الذكريات بشكل اسرع هي المشاعر. المشاعر دي عامله زي الميه، في منها السخن اللي يلسعك وفي منها الساقع اللي يخليك تحس بالبروده والراحه. الميه السخنه او المشاعر السلبيه عامله زي الخوف والحزن والقلق، والميه الساقعه هي المشاعر الايجابيه اللي عامله زي الفرح والحب والتفاؤل. الكلام ده مش العرض، المشاعر فعلا عامله زي البنزين اللي بيشغل المخ. على اساس المشاعر دي هيبدا مخك يسجل الذكريات عشان هيحتاجها قدام. زي مثلا لما تكون في عيد ميلادك ومبسوط، دي مشاعر فرحه، انت كده بتقول لمخك خزن الذكرى دي عشان ده حدث مهم وهيسترجعه بعد كده. الذكرى اتخزنت وهي في حاله فرحه. البرنامج التاني لتشغيل المخ هي حالتك المزاجيه والمشاعر اللي انت حاسسها دلوقتي، ليهم دور كبير قوي في استرجاعك للذكريات ودخولك فيها. عشان كده عيد ميلادك اللي انت خزنته وانت فرحان هتسترجعه تاني وانت فرحان برضه، لان حالات الفرح لما انت بتعيشها بتدخلك في ذكريات الماضي اللي انت كنت فرحان فيها برضه. والعكس صحيح، عيد ميلادك اللي فات لو انت كنت فيه لوحدك وكنت زعلان وخزنته على انه ذكرى حزينه، كل وقت حزن هتحسه هتبدا تسترجع ذكريات عيد ميلادك اللي فات وانت لوحدك تاني. كده الذكريات اتكونت بالمشاعر، تخزين واسترجاع. بس هو لما حماقي قال ذكرياتك ميح، ايه هي الذكريات اللي مسببه لينا الم وكل شويه نفتكرها ونزعل ونحزن اكتر؟ الذكريات دي عباره عن حاجتين، صوره ملزوقه في دماغنا ومشاعر. زي ما قلنا الذكريات دي بتكون ملزوقه في دماغنا كانك بالظبط جايب صوره ولازقها على الحيط وكل شويه عمال تبص عليها وتزعل. في الذكريات دي بتكون في صدمات احنا مرينا بيها، زي اللي عاش حروب او تعرض لموقف حرج قدام صحابه او تعرض لفقد شخص عزيز عليه. من الاخر كده كلنا مرينا بصدمات بس بسيناريوهات وقصص مختلفه. بس المشاعر اللي مخليه الصور دي ملزوقه في دماغنا وكل شويه عمالين نفتكرها، مع العلم انها حصلت من سنين وعدى عليها وقت طويل، ليه بتتكرر؟ لان المشاعر اللي ورا الذكريات دي لسه ما اتعالجتش. كانك عندك الم في رجلك وكل ما تمشي تحس بالالم، لان الالم مؤشر انك لازم تروح لدكتور عشان تحل المشكله اللي عندك. بعد ما عرفنا ايه هي الذكريات وازاي المشاعر بتشغل الذكريات في دماغنا، هنعمل ايه؟ في مسلسل ما وراء الطبيعه دكتور رفعت اسماعيل قال قانون مهم قوي هنستخدمه في الحته دي: لو عقلك لعبك لعبه. افتكر القانون ده كويس لاننا هنبدا نلعب بيه الذكريات دي. اول طريقه في علاج ذكرياتك ميح هو التصالح مع اللي حصل وتقبله. طول ما انت رافض اللي حصل لك هتفضل عايش الرفض، بس لو عكست هترتاح. عشان كده التقبل مهم، انك تنزل الحمل التقيل من على كتفك. لانك لو فاكر انك لما تكبت المشاعر اللي جايلك من ورا الذكريات دي انك تكون كده صح، للاسف انت كده غلطان. لان الكبت في وقتها بينغص عليك عيشتك، وعلى المدى البعيد ممكن يسبب ليك امراض جسمانيه. عشان كده التقبل هو الحل.
جرب انك تنفذ عن الافكار دي بالكتابه. هات ورقه واكتب الافكار اللي مضايقاك، وبعد ما تخلص ارميها، لانك بالكتابه زي ما قلنا انك تكتب الذكريات دي والافكار اللي جايه لك وتقطعها وترميها، انت كده بتحول المشاعر دي من الميه السخنه للميه الساقعه. الطريقه الثانيه، فكر بشكل ايجابي عن الفايده اللي جات لك من ورا الموقف ده. يعني مثلا لو انت كنت شغال في شركه والشركه استغنت عنك، في طريقتين. الاولى انك تحس انك مصدوم وضحيه وانك خسرت وتفضل محلك سر. الطريقه الثانيه انك تقول دلوقتي انا ما عنديش شغل بس عندي وقت فراغ، ممكن لو استثمرته واخدت كورس ممكن بعد كده اقدر اروح شركه احسن ومرتب اعلى. بالطريقه الثانيه انت كده بتمنع مخك انه يسجل ان دي هزيمه، بالعكس انت كده بتخليه يسجل ان انت انتصرت. تالت حل، مارس الأنشطة المختلفة. بعد الذكريات المؤلمة والمواقف ما حصلت لك، ممكن جدا ده يخليك تقفل على نفسك وتفضل تفكر في اللي حصل لك. بالطريقة دي انت كده عمال تربي في وحش هيفترسك بعد كده، لانك كل ما انت عمال تفكر فيها كل ما انت ما بتزود في المشكله. عشان كده جرب انك تطلع من الموقف اللي حصل لك وانك يكون حواليك ناس، او انك تلعب رياضه. وجرب كل ما تحس بالخنقه انك تنزل تتمشى حتى لو لمجرد ساعه واحده بس، وبكده تكون انت قطعت حبل الافكار اللي جاي لك من ورا الذكريات المؤلمه دي، وتعمل زي ما قال دكتور رفعت اسماعيل، لو عقلك لعبك لعبه. بعد ما عرفنا ازاي بنتعامل مع الذكريات المؤلمه، في سؤال مهم، هو ليه بيحصل لنا كده؟ المخ زي ما قلنا في اول حلقه بيشتغل بالمشاعر، كل ما بتتألم كل ما بتتعلم. احنا بشر زي ما عندنا حاجات زي بردك ما بيكون ناقصنا حاجات. التجارب السلبيه لما بتحصل لنا بيكون الهدف منها ان احنا نتعلم وننضج بشكل اسرع. عشان كده جرب انك تبص المواقف اللي ممكن تكون مش عاجباك على انها مواقف جايه تعلمك وتخليك تنضج، وان المواقف دي مش جايه عشان تعذبك. لما حماي قال في الاغنيه اننا بنفتكر ناس بوش او بوشين، تخيل لو انت مسحت الذكريات اللي جالك من الناس دي ونسيت كل الناس اللي بوشين، تفتكر اللي هيحصل؟ هيرجعوا يخدعوك تاني. عشان كده مسحك للذكريات هو مش علاج، مش عشان تخلص من الالم تنسى الذكريات وتنسى الدروس اللي جات لك منها. فعشان كده انت عرفت مين الشخص اللي بوش ومين الشخص اللي بوشين، والشخص اللي بوشين انت عملت له ملف في دماغك تخليك تحذر منه بعد كده، لان الذكريات هي اداه فعاله بندير بيها حياتنا، بنستخدمها عشان نفتكر الماضي ونفهم الحاضر ونوجهها للمستقبل. وفي نهايه الحلقه شاركنا برايك عن الحلقه تحت في التعليقات.